ألف أنا باء بعاء تاء تنتوره ثاء مهم دم درس ذمل ذا أحسن يما ألف حقش معلش يما ذحين وقت مسابرة مذاكرة حطينا نرقد خلينا نرقد ونهجع أمل مريضة هدي صوتش حتى حسبي الله ونعم الوكيل فيش ما نشراك ده دخلت عينك بدل ما تقوم تذاكر تقوم تصيح كسول انت كسول انا معي اختبار شهري ومن صباح معي اختبار ادخل ارقد يا فاشل يا راسب حسبي الله ونعم الوكيل بس يا خال الله يهديك خلي حنا نرقد بكره معانا عملوا كنت موظفة وانا مش دارية قوموا ذاكروا بدل من رقد حقكم دي اما قال تعلم العلم تكن اميرة ولا تكن مجنون مثل شكيرة ألفون ألف يمه يا مجنونة ليه القيم القرية كلها فضحتين انتم دراسة حقك فيه يا هبلة دحين انتم كلياتكم طيب انتي رقدوا روحك اركضي يا هبلة ألف باء اركضي رقدوا نفسك خلينا نرقد بكره معنا شغلي أنا آسفة للإزعاج ولكن شاطر ياه قل لي ما رفضت معريس اللي تقدم لي في شيكه ياه كذا حر أبا منو ذا اللي شاني؟ ده مدرس ذا اسمه مبروك ذاك ابو مشعر كذا شعر مسلسل شعر هندي الشيخ طبيب بس انا ما رضيت ما وافقت أحسن ما شش لزواجه ما تشن زواجه لما معك عمل مشغولة ها تزوجي بدل ما تجي كذا مع النساء وياكل كم دود وانت جالسة هنا عندنا جالسة كاتمة على أنفاسي روح تزوجي اخرج لك يا خالة ما حد يكرهم زواجه بس مش وقتها ذحين وبعدين أنا مش جالسة على نفس أحد أنا جالسة ببيت أبي وأكل من خربي ان شاء الله عليك ذي ملبوه من دم اسد صري على الاجابه بيت بوها بيت مين بيت بوها دي بيت بوها وتاكل من رزق بوها وانت ارقدي هبله رقليك مرقدي ارقدي كذا يا شاطر يه كذا تضحكوا علي ها وانت تتلخجي علي وتضحكي علي مع ابوكي من عيني والله ما خليكم ترقدوا ألفون